مرحبا ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم بمطبخي وقناتي المتواضعة. بتمنى منكم دائما تشرفوني على القناة، ولا تنسوني من اللايك والشير والكومنت اللي بتشرف فيه دائما على القناة. عندي علبة واحدة من لحمة البيف، اللحمة المطبوخة العادية. بنضيف عليها فلفل أخضر وتوم. طبعا الفلفل انا عندي كان بالاساس اخضر واحمر مع الوقت. بنضيف التوابل اللي احنا عايزينها: ملح، فلفل ابيض، بهار ابيض، هيل، ماجي، فلفل اسود، ممكن قرفة للي بده يحب. اي نوع بهارات انت بتفضليها ضيفيها على الكفتة. بنبرش راس بصل طبعا على الناحية الخشنة. انا معنية بالبصل انه يكون خشن حتى ما تخرط ميته وتنزل ميته باللحمة. نضيف ما يقارب كوب من البقسماط. إذا ما كان في بقسماط ممكن نطحن أو نبرغل خبز بيتي أو بيتا، وبنضيف كوب منه حتى يغيب كل السوائل الموجودة باللحمة وتساعدنا على تشكيلها. هيك العجينة أصبحت عندي كتير متماسكة ولينة وبتتشكل. عندي حبة بطاطا، حبة كبيرة طبعا، بنبرشها بهاي الطريقة، وبنضيف عليها نقطتين من الليمون حتى ما تسود معنا أثناء الشغل. الآن نعمل صوص الطحينة. بنضيف الطحينية البيضة، وبنضيف عليها ملح وفلفل أسود، شوية من المي، شوية من الخل، ليمون. طبعا أنا استعنت بالخل لأنه الليمون عندي شحيح، فحطيت خل. ممكن إحنا لو الأفضل يعني والأطيب إنه نستخدم ليمون. الآن القوام لو كان تخين عندي ممكن أخففه بشوية مي. وطبعا هو بالتسبيك حيجمد معي وحيبين معي طعم الطحينة، يعني ما حتكون خفيفة. الآن بنبلش بتشكيل وتصبيع الكفتة. ما شاء الله الكفتة عندي لينة وبنفس الوقت بتتشكل معي، ما بتخبص. وطبعا هذا لأنه حافظنا على المادة الدهنية الموجودة في اللحمة. أول إشي الجو عندي بارد، وبنفس الوقت البقسماط حافظ لي على ليونة وطبعا سماكة اللحمة كمان. وكمان انه السوائل الموجودة باللحمة مثل مية البصل، لانه البصل لما بنبرشه بنزل مي، فهو بيمتص كل السوائل الموجودة معنا بالعجينة، فبالتالي بتطلع معنا العجينة بهاي الطريقة. ما في أسهل منها ولا أحلى منها ولا أنعم منها. كمان بتتشكل بكل سهولة، ما بتغلبنا ولا حتى بتلزق بإيدينا ولا إشي. لو كنا بالصيف بفضل إنه العجينة بعد ما نحط فيها التوابل ونعمل فيها كل الخطوات السابقة، بنحطها بالثلاجة بجو بارد شوي حتى تتماسك معنا دهونها وما تفرط معنا وما تغلبنا. انتهيت من تصبيع اللحمة وتشكيلها، وما شاء الله يعني اللحمة كتير رائعة. بضيف زيت وببلش أسخن فيه. بالعادة أنا الزيت أي زيت بقلي فيه بحب أضيف عليه معلقة من الزبدة أو من السمنة، خاصة إذا بدي أن يعني أقلي فيه اللحم أو بصل أو المكسرات كمان. فبحب أحط نكهة السمنة أو الزبدة بالزيت. أهم إشي إنه يكون عندي الزيت حامي جدا. ممكن نشعر إنه هو انحرق، لا، النار الحطب نارها هادية، يعني عقد ما هي بتكون قوية لكن فعليا هي هادية. فبنحمي الزيت منيح وبنعطي صدمة للكفتة بالزيت، بحيث انه على طول لو لما نحط اصبع الكفتة باللحمة على طول بيتحمر وبياخد الصدمة تبعته، مشان هيك ما بيفتح معي.
وما بتفسخ. وهيك احنا بنشوف كيف بنحاول نرحرح الكفتة بالمقلاية قبل ما نستخدم المعلقة أو الشوكة أو حتى نقلبه بأي وسيلة. ما شاء الله اللحمة اتحمرت بسرعة لأنه الزيت عندي حامي. فلما نقلي الوجبة الثانية أهم إشي نستنى على الزيت يحمى مرة تانية ونحط اللحمة بزيت حامي. تمام. هو بالزيت المرة الأولى الزيت يعني بيبرد شوي طبيعي، لكن بعد ما نطلع اللحمة بالوجبة الأولى بنترك الزيت يحمى كمان شوي، بعدين بنضيف اللحمة مرة بالوجبة الثانية. تمام. بنطلع الكفتة ما شاء الله يعني ما خبصت معي، ما فتحت معي، بالعكس. حتى بهاي المرحلة ممكن احنا نعتمدها وبفرشوحة بالخبز الصاج او بالخبز الفينو، ممكن نحشيها مثل اصابع النجانق، وبنضيف معها الجرجير، البقدونس، بصل، سماق، اي توابل او اي صوصات ممكن نضيف عليها، مايونيز، صوص الطحينة. بتكون وجبة ما شاء الله طيبة. الآن أنا البطاطا اللي عصرت عليها شوية من الليمون حتى ما تسود، وما شاء الله لونها ما زال محافظة على لونها وبياضه، فبأضيفها في الصينية اللي بدي أعملها. الصينية صراحة مش كبيرة، متوسطة، فأنا ضفت عليها ملح للبطاطا، وممكن تضيف عليها فلفل أسود، بس أنا ما حبيت أضيف عليها فلفل أسود. ما بدي الأسود يكون طاغي كتير لأني حطيت في الطحينة فلفل أسود. فنكتفي بالملح، وبرجع بقرص البطاطا وأفرش فيها الصينية كقاعدة للحمة. ببلش بترتيب اللحمة بالصينية، مش شرط الشكل، مش شرط يعني الديكور فيها، لأنه بالآخر لما يعني تتسبك في بعضها ما بتبين، بالعكس يعني حيكون منظرها العشوائي بيعطي شكل جميل وحلو. راح نشوف ونلاحظ هذا الاشي. بس انا بحاول ارص الاصابع بحيث انه الصينية عندي مش كتير كبيرة، فبدي احاول انه يعني اغطي الصينية كلها باصابع الكفتة عندي. والآن بنضيف صوص الطحينة وبنخففها بكاسة من المي، وهيك بنحط الصينية على الكانون على نار متوسطة لحين ما تبلش عندي تغلي وتطلع الفقاعات هذه، وبعد هيك بنهدي النار عليها، وما شاء الله بتطلع معنا صينية طيبة كتير وصحة وألف